انا فاكر كويس جدا اول فيديو صورته كان تقريبا من 8 سنين على يوتيوب هنا. كنت متوتر لاكتر من سبب، اولهم ان كان تقريبا دي اول مره اصور فيديو وابلش الفيديو ده على ناس ما اعرفهاش، اللي هو كان وقتها الكوميونتي بتاع يوتيوب. تاني حاجه كانت المعدات على قدها شويه، فكانت مخلياني ستريسد شويه. دلوقتي بعد 8 سنين تقريبا الموضوع اختلف جدا بالنسبه لنا، على الكواليتي بتاعت الفيديوهات اختلفت 180 درجه. ده كله كان بسبب ان مؤخرا في 2024 دي كانت اكتر سنه بالنسبه لي استثمرت فيها علشان اغير من جوده المحتوى بتاع الفيديو اللي انتم بتشوفوه، سواء كان جوده تصوير، جوده اضاءه، جوده اديتنج كمان. علشان كده حابب اشكركم في الفيديو ده، ولو انتم تسمحوا لي انكم تكملوا معايا الفيديو للاخر علشان حابب اشارك معاكم الانجازات اللي حققناها بدعمكم بعد توفيق ربنا طبعا في 2024، وكمان عايز اشارك معاكم اهدافي 2025. خليكم مكملين معايا الفيديو للاخر. اولا بالنسبه للنجاحات اللي تمت هنا على قناه يوتيوب، الحمد لله بفضل دعمكم وفضل توفيق ربنا المشاهدات عندي وصلت ل 464 الف فيو في 2024، وده بالنسبه لي رقم كبير جدا ان احققه في سنه، ويعتبر كمان بالنسبه لليوتيوب برضو رقم جديد لان ده يعتبر زياده 33% عن سنه 2023. عدد الساعات المشاهده اللي هي الواتش تايم كانت زمان انا فاكر كويس جدا ان كنت بطمح ان انا اوصل 4000 ساعه مشاهده. الحمد لله بفضل دعمكم وبفضل برضو الاستثمار اللي بنعمله في الكونتنت نفسه واعجابكم بالفيديو، وصلنا في 2024 لاكثر من 9200 ساعه مشاهده، وده رقم بالنسبه لي برضو كبير جدا ان احققه في سنه. عدد المشتركين زمان كنت بقى بطمح وبامل ان انا اوصل 1000 سبسكرايبر، وكان دايما بيتقال ان اصعب 1000 سبسكرايبر هم اول 1000 سبسكرايبر، وده كان فعلا حقيقي. قدرت اوصل في 2024 لاكثر من 2200 سبسكرايبر، ودول يعتبر زياده بالنسبه لاناليتكس يوتيوب اكثر من 41% عن سنه 2023، which is ده برضه بالنسبه لي حاجه كبيره جدا. يعني في 2200 شخص قرروا يعملوا سبسكرايب نظرا لايمانهم بالمحتوى اللي بقدمه، عايزين يدعموني بسبسكرايب صغير جدا مش هيكلفهم اي حاجه، ويبداوا يتابعوني في الفيديو اللي جايه. ممكن يكون الفيديو عجبهم، ممكن يكونوا منتظرين فيديو تاني قدام، فانا بشكركم جدا. انا هدفي في 2025 ان انا ابيلد كوميونتي اكتر من ان هو يكون عدد سبسكرايبرز وبيعملوا لايك ويمشوا. انا عايز كوميونتي، عايز ناس تبقى فعلا منتظره الفيديو اللي بينزل، ناس فعلا منتظره المحتوى اللي انا بقدمه. الفيديوهات الطويله جابت حوالي 171 الف فيو، ودي ما كانت بالنسبه لي عددها مش كتير على خلال السنه اللي فاتت على ما اتذكر 2024. بالنسبه للشورتس هي ما خيبتش ظني، جابت حوالي 290 الف فيو وحدها، على الرغم ان انا مش حابب الكونتنت بتاع الشورتس، بس يعني هو خلاص فرض نفسه في السوق من وقت ما كانت تيك توك، وحاليا بعد كده دخلت انستجرام، وحاليا بقت يوتيوب. وسبحان الله الثري بلاتفورمز بدات تزود عدد الدعايه اللي في الشورتس، فانت دلوقتي هنا على اليوتيوب تقدر تعتبر اي فيديو 3 دقائق فاقل هو يعتبر شورتس، فهيظهر في عندك في الفيدز بتاعت الشورتس. فعلشان كده الاندستري انا شايف انها الى حد ما بتتجه شويه لللونج فورم فيديوز بتاعت زمان لما كنا نتكلم مع بعض بارتياحيه 8 و9 و10 و20 دقيقه كمان احيانا. اتمنى ان احنا نوصل انا وانتوا كده لهذا القدر من التراست، انك انت بتتفرج عندي على فيديو ايا كانت مدته، بس انت واثق انك انت هتشوف حاجه متعوب عليها ككونتنت كاديتنج كسكريبتنج، فهتاخد معلومه في الاخر. ده اللي انا عايز اوصله. 171 الف مشاهده ده كفيديوهات طويله، والفيديوهات الشورتس جابت لنا حوالي 290 الف مشاهده، وجابت لنا بس 890 سبسكرايبر. فهي بصراحه الشورتس انا بشوف الانديكيتور، يعني لو انت راجل لسه تبدا في يوتيوب يمكن اسرع شويه في الاكسبوجر، بتخلي لك الفيديو بتاعك از شورت فيديو بيظهر في الفيد بتاعت الشورتس، بيوصل لناس اكتر، فبالتالي نسبه ان الناس دي تعمل سبسكرايب تعمل لايك تانجيج يعني سام هاو مع الكونتنت بتاعك اللي هو الشورت في الحاله دي بتكون اسرع. بس بصراحه هيفضل اللونج فورم فيديوز هي الكينج، هي اللي بتبقى مخليك انت كصانع محتوى عارف تتكلم وتحكي القصه بتاعتك كويس، عارف توصل احساسك مع المشاهد نفسه. دي بالنسبه للحاجات اللي حصلت معايا على اليوتيوب باختصار شديد جدا. ده ما كانش انجازي الوحيد. يوتيوب في 2024 تقريبا في شهر 11، وانا هشارك معاكم سكرين شوت دلوقتي من اللي حصل ده، اختاروني من ضمن برنامج اسمه يوتيوب هاي فايف. ده برنامج على كلام يوتيوب نفسه، القائمين على البرنامج ده ان هم بيختاروا ناس صانعين محتوى عددهم محدود جدا، بيبعتوا لهم الميل ده انهم تم اختيارهم في يوتيوب هاي فايف، بيبعتوا لهم شويه ديجيتال جيفتس. انا بعتوا لي اكتر من جيفت بصراحه. اولهم كان اشتراك في لمده شهر على المنتور، ودي كان اشتراك مجاني وانا مبسوط جدا بيها. وعندي حاليا اخر حاجه بعتناها لي كان اشتراك لمده 6 شهور في يوتيوب بريميوم، ودي برضو حاجه جامده جدا. الحاجات دي اعتقد ان ما كانش يوتيوب هياخد باله مني كصانع محتوى الا بدعمكم انتم، عشان كده انا بشكركم جدا جدا. هم بعتوا لي الامانه اكتر من جيفتس، منهم فيزيكال جيفت بس لسه ما وصلتنيش. لما توصل لي هحاول اشير معاكم الجيفت دي، ومش حابب اتكلم عنها غير لما توصل لي. انا بصراحه عاملها انبوكسنج قدامكم اول مره يعني،
وبرضه بعتوا لي حاجات كان في تقريبا بتبقى زي فاوتشرز في اكتر من مطعم، بس طبعا المطاعم دي مش موجوده عندي هنا في المحافظه بتاعتي، فما كنتش بستفيد من البيركس دي او من الجيفت دي. وبعتوا لي مؤخرا تقريبا تذكره سينما في اي ماكس، دي حاجه جامده جدا بالنسبه لي برضو، بس للاسف ما فيش عندي سينما اي ماكس فبرضو ما استفدتش منها. اتمنى ان هم البروجرام يكمل اكتر من كده كفتره، يعني بصراحه الحاجات دي بتفرق معانا جدا ككونتنت كريتور، انك بتحس ان المنصه اللي انت شغال بتكمل عليها فيديوهات من 2017. انا عن نفسي يعني فاكتر من 8 سنين دلوقتي حاسس ان هي اخيرا بدات تحس بالمجهود والتعب اللي احنا بنعمله كصغار الكونتنت كريتورز. احنا دايما محتاجين حد يدعم يعمل لنا بوش كده قدام علشان نفضل مكملين. الدعم ده بيجي منكم انتوا كناس بتتفرج على الفيديو، ولازم برضو يجي من المنصه اللي احنا اصلا بنحط عليها الفيديوهات بتاعتنا. برضو من ضمن البرامج اللي هم اختاروني فيها برنامج لسه ما تمش اختياري فيه اوفيشال، فان شاء الله لما ده يحصل هشارك الاختيار ده معاكم، ومبسوط جدا. دي هتكون فرصه كويسه جدا جدا ليا ان انا اكون وسط كوميونتي من صناع المحتوى، بلس ان انا هتعلم اكيد حاجه تطور من الكونتنت وبتدر عليكم انتوا بانكم تشوفوا محتوى تتبسطوا فيه اكتر من كده. لازم في كل سنه كل الناس تدور على برضو السيلف امبروفمنت بتاعها، لازم السنه تنتهي تشوف نفسك عملت حاجه، لما تيجي تبص ورا نهايه السنه تشوف نفسك على الاقل طلعت بحاجه او حاجتين من السنه دي. فانا الحمد لله السنه اللي فاتت من ضمن الحاجات الكتيره اللي عملتها اقدر اعلم حاجتين هم كانوا اكبر حاجتين بالنسبه لي. اول حاجه ان انا قدرت اخد شهاده دوليه معتمده في مجال الاجايل بروجكت مانجمنت او البروجكت مانجمنت عموما، وفي الاجايل بالتحديد اللي هي البي اس ام 1. المفروض ان دي تؤهلني ان انا اشتغل سكرام ماستر. الموضوع ده ليه تفاصيل كتير كده، ممكن ابقى اشارك معاكم في فيديو منفصل رحلتي في الموضوع ده، كان انا اخدت الشهاده واخدتها ازاي واخدتها من فين وكانت تكلفتها كام. فلو انت مهتم بحاجه زي كده ممكن تقول لي سيب لي كومنت تحت، او تتاكد انك انت عامل سبسكرايب ومشغل الجرس علشان ما يفوتكش الفيديو ده لما يجي ينزل ان شاء الله، وعشان هيكون في مفاجاه باذن الله. تاني اهم حاجه وتاني اكتر حاجه معلمه معايا ان انا دايما كنت بشوف ناس بتتكلم عن مبادره ماكنزي، برنامج ماكنزي فورورد. اول مره قدرت اقدم السنه دي والحمد لله اختاروني وخدت كمان البادج، نجحت في الكورس، ودي كانت بالنسبه لي تاني اهم حاجه عندي. الكورس بتاع ماكنزي ده كان فادني انا شخصيا المستوى الشخصي في حاجات ليها علاقه بالبروبلم سولفينج وشويه سوفت سكيلز كده تخليك امتى او انا او اي حد بعد الكورس حتى لو طلعت محصل نسبة 50% منه أكيد هتختلف شخصيتك فيما بعد في الشغل على مستوى يعني المهني في الشغل أو عموما في معاملاتك مع الناس. فده يعتبر تاني أهم إنجاز عملته في حتة تطوير الذات والسيلف امبروفمنت يعني. وممكن لو حابب أضيف تالت حاجة إن أنا أخيرا قدرت أخلص أكتر من 3/4 كتاب اللي هو الاتوميك هابتس، بس حصل معايا دروبس ما عرفتش أخلصه، فأنا مش معتبره من ضمن الإنجازات ولا هو من ضمن الحاجات ممكن نعتبره من ضمن الاهداف اللي انا حابب اخلصها في 2025. كتاب جامد جدا برشحه لك بشده، اتوميك هابتس. كتاب هيغير طريقه تفكيرك عن فكره العادات. الموضوع مبسط جدا في الكتاب، وان شاء الله هحاول لما اخلص الكتاب اطلع منه شويه افكار اناقشها معاكم لو انتم حابين. نوصل لاخر جزء معانا في الفيديو وهي اهداف 2025 اللي ان شاء الله هوصلها. انا متاكد ان انا هوصلها بفضل ربنا ان شاء الله وبدعمكم اللي دايما بيخلي الواحد يبدا يقوم تاني، ايا كان السبب اللي مخليه مش عارف يقوم يقدم لكم تاني المحتوى اللي انتم بتحبوه دايما بتنتظروه. اول حاجه بالنسبه لي نفسي اوصل ليوتيوب، نزود الكوميونتي بتاعنا. بدل ما احنا حاليا اولموست 11000 سبسكرايبر، عايزين نوصل نخلي الكوميونتي بتاعنا يوصل ل 20000 مشترك. اتمنى ان انا نوصل للرقم ده. انا شايف ان الرقم ده مش هنقول ان هو مش رياليستيك، بس هو يمكن شويه قريب، لان احنا جبنا 2200 مشترك او عدد الناس اللي معانا في الكوميونتي زاد بمقدار 2200 في السنه. فاعتقد لو تكنيكالي زاد حوالي 9000 او 8000 مشترك اعتقد انه هيكون يعني زياده حوالي 4000 ولا 2000، يعني ممكن اعتقد ان هو هيكون اتينبل يعني سمارت جول. ولو انت مش عارف سمارت جول برضو ممكن تقولي في الكومنتات نشارك مع بعض كده ايه يعني ايه سمارت جول والكلام ده. بالنسبه لتيك توك وانستجرام دول منصتين انا مهتم جدا ان انا ازود فيهم عدد الفولورز برضو وعدد الكوميونتي هناك يزيد معايا. عايز اوصل في المنصتين 10000 متابع. اتمنى انكم تساعدوني في حاجه زي كده. وبالمناسبه كل اللينكات على السوشيال ميديا هتلاقوها تحت في الديسكربشن، وفي شويه لينكات حلوه هتفيدكم وفيها شويه هدايا وحاجات لو انتم حابين تبصوا في الديسكربشن عموما يعني بتاع اي فيديو ليا، مش الفيديو ده بس يعني. كاخر حاجه اعملها في الكونتنت كريشن بروسيس بتاعتي ان انا اشتري اللايتنينج كيت بتاعتي. نفسي اشتريها من زمان، نفسي اشتري يد اضاءه يكون بروفيشنال شويه واشتري اوكتا. انا شغال باضاءه ممكن تكون شايفها كويسه، ما وصلتش لسه للشكل بتاع الفيديو اللي انا عايز اوصله. في كده رسمه كده في دماغي انا مش عارف اشرحها، بس انا واثق ان انا هوصلها بدعمكم برضه.
فاتمنى ان انا اقدر اشتري الكيت. بس حاولوا الجماعه اللي ماسكين الاسعار في الدنيا حواليا تهدي الدنيا شويه واللعب، يعني بحيث ان انا على نهايه السنه مثلا لو قدرت اشتري الكيت ما اكونش بشتري كيت بتاعت مثلا 2018 بسعر 2025، فمش لوجيك يعني عيب. فاتمنى ان انا اقدر اشتري الكيت بتاعت الاضاءه عشان ما اطولش عليكم في الجزئيه دي. حاجه اخيره برده من ضمن الاهداف بتاعتي، بدات في كتاب بقالي مده كبيره جدا اكتر من سنتين مشتريه وعايز اقراه، وانا واثق جدا انه هيفيد اي حد بيقراه اصلا. كتاب اسمه ذا لوز اوف هيومن ناتشر. فاتمنى ان انا اقدر اخلص الكتاب ده اصلا في خلال سنه 2025، لان الكتاب اصلا كبير جدا تقريبا اكتر من 600 صفحه، فانا لسه حرفيا في صفحه حاجه 20 اساسا. فاتمنى ان انا اقدر اخلص الكتاب وبرضه اخلص كتاب اتوميك هابتس، لانه بالمناسبه كتاب اتوميك هابتس في ناس كتيره كانت بتنصح اتوميك هابتس ده ممكن كتاب تعتبره ان هو كتاب كل سنه لازم تقراه تاني، لان يعني كل سنه بتشوف فيه برسبكتيف مختلف. أنا كده خلصت كل أهدافي معكم في 2025 وشاركت معكم نجاحاتي اللي تمت في القناة هنا على اليوتيوب بدعمكم. أنا حابب أشكركم جدا جدا جدا، وأي نجاح في الدنيا مش بيحصل إلا بحاجتين، هو إن صاحب الحاجة والشخص نفسه يكون مؤمن إن هو يقدر يحقق النجاح ده، يرسم طريق محدود قدامه خطوات يمشي عليها ستيبس ويراجع نفسه في كل خطوة، ولا ننكر إن وجود ناس حواليه بتشجعه على وصول الهدف ده بيديله حافز إنه يفضل مكمل. ووجود الناس حواليك انت كشخص انت وماشي في حياتك عموما، كلمه كويسه بتتقالك او نقد بيتقالك برضو ده بتاخده في انك تشوف نفسك ايه الغلط اللي بتعمله وبتصلحه، فبالتالي انت اند اب انك شخص بتكون افضل. فاللي انا عايز اقوله ان نجاحي في 2025 مش هيحصل الا بدعمكم انتم، فاتمنى دعمكم ما ينقطعش، انا عايز دعمكم كمان يزيد. اتمنى الكومنتس عندكم، انا في خلال 2024 على ما اتذكر كان وصلني منكم حوالي 119 كومنت، ده كان ما بين اسئله ما بين اراء في جوده المحتوى. في ناس كانت بتقول اراء كويسه، بتقول المحتوى بايظ، في صوت مش كويس. انا كنت ببسط جدا من الحاجات دي، برضو مش بنكر ان حاجات يعني احيانا بتبقى حاجات لزعه، يعني في حد بيتخطى الحدود خلينا نقول كده، انا اسف، بس انا بتكلم او بشوف على الحاجات دي، ببص على الحاجات دي كلها بشكل موضوعي بالاخر يعني. فاتمنى المره دي الانجيجمنت يبقى اكتر من كده، انكم انتوا تحسوا انكم انتوا ما عليكمش اي حرج انكم تسيبوا سؤالكم او استفساركم عموما. انا هكون مبسوط جدا اصلا انا بشوفه واجاوب عليه مره ثانيه، حتى لو كان بتاعت ده مش مشكله بالنسبه لي انا. قد يكون انا بتكلم في فيديو نص ساعه مثلا وانت بتسال في حاجه انا قلتها في نص ساعه، فده ممكن يكون سببه مثلا ما ركزتش في النقطه كويس، نرجع مع بعض نتكلم مع بعض فيها تاني بشكل فيديو قصير. ممكن تكون انت اصلا ما اتفرجتش على نص ساعه كلها، ده بتحصل برضه. ففي نهايه الفيديو اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى تكون الرحله كانت ممتعه ليكم في الفيديو ده وفي خلال 2024، وان شاء الله 2025 تكون افضل بيكم. عندكم اي اسئله او اي نوعيه من المحتوى حابين نتكلم فيها قولوا لي تحت في الكومنتات. وبالمناسبه انا عايز اسيبكم مع سؤال، انا كنت بنهي 2024 بمحتوى له علاقه بالاقتصاد في العالم عموما، او اسمها تاريخ الاقتصاد كيف وصلنا هنا، ده عنوان البلاي ليست، كنت عامل فيها 3 فيديوهات، وكنت هدفي من ان انا اخد احداث تاريخيه شكلت بشكل او باخر الاقتصاد والعالم اللي احنا بنعيش فيه دلوقتي. خلصنا 3 فيديوهات، فكنت عايز اسيب السؤال معاكم، هل انتوا حابين ومهتمين ان احنا نكمل في السلسله دي؟ انا لسه لغايه دلوقتي ما اعلنتش هي اصلا بتحتوي على ايه كموضوعات، بس انا اتكلمت في 3 موضوعات منهم لغايه دلوقتي، فعايز اسالكم هل مهتمين نكمل في حاجه زي كده ولا لا؟ وهل انتوا اصلا حابين الفيديوهات الطوليه عموما بالطول يعني زي الشورتس، ولا حابين الفيديوهات بالعرض؟ عايزكم تقولوا رايكم ايه. Thank you for watching and see you next video.